السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الملك محمد السادس ملك المغرب. رؤية الملك محمد السادس في المنام هي أحد الرؤى التي يختلف تفسيرها من شخص لآخر. فإذا اقترب شخص من الملك محمد السادس في المنام واحتضنه فهذا خير كبير بالنسبة له، لأنه يشير إلى تحقيق ما يريده في الحياة. في حال كان شخصا ما يعاني من ظروف مالية صعبة ورأى الملك محمد السادس يزور منزله، فهذه راحة كبيرة من الله وعلامة على أن كل هذه الظروف ستتغير بإذن الله. في بعض الأحيان يمكن أن يعاني الإنسان من ظلم شديد بسبب من حوله، ومع رؤية الملك محمد السادس في المنام فإن هذه الأحزان ستترك الحياة ويعود حقه إليه. إذا قدم الملك محمد السادس هدية لشخص في المنام فهذا يعتبر من الأشياء المباركة، مما يشير إلى أنه سيحصل على خير عظيم سيأتي إليه في شكل زواج إذا كان أعزبا أو عازبة، ووظيفة إذا كان يبحث عن وظيفة جيدة لفترة من الوقت. فرؤيا الملك محمد السادس علامة خير للفتاة غير المتزوجة، لأنها تدل على زواجها من رجل كريم يسعدها. أيضا يدل على قوة شخصية الحالم التي يتمتع بها، وفي نفس الوقت تجعله يتمتع بشعبية بين الناس وقريب منهم حتى يتمكنوا من الحصول على رأيه في شؤونهم. إذا رأى الشخص أن الملك محمد السادس يضع تاجا على رأسه في المنام فهذه علامة على المنصب الجديد الذي سيحصل عليه في عمله. رؤية الملك محمد السادس في المنام والجلوس بجانبه يدل على أن الشخص سوف يكتسب قريبا قوة كبيرة. رؤية الملك محمد السادس للمرأة الحامل يدل على أن أحوالها ستكون أفضل بإذن الله، وسيأتي الرزق من مكان خاص مع ولادتها. مصافحة الملك محمد السادس في المنام للحامل تشير إلى الولادة ستكون آمنة ولن يتعرض الجنين لأي إصابة. رؤيا الملك محمد السادس للمطلقات خاصة إذا كان يزورها داخل منزلها ويرتدي ملابس نظيفة وجميلة فهو يدل على أن حقوقها سوف تعود إليها إن شاء الله، وسوف تتزوج من رجل صالح له مكانة عالية في المجتمع ويحظى بتقدير كبير من قبل الناس. أما المتزوجة إذا رأت أنها تتحول إلى ملكة تجلس بجانب الملك فهذه علامة على تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها وخبرا سارا لها إذا كانت تعمل، مما يدل على التقدم في هذا العمل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.